في الشارع الرئيسي في المدينة كان في مكتب بريد قديم، حيطانه كلها متشققة والدهان متقشر والمكان باين عليه الإهمال. الناس كل يوم بقت تزوره أقل من اليوم اللي قبله، ومع الوقت المكان ده بقى شبه مهجور. الحكومة كانت بتفكر تقفله من سنين، بس لسبب غريب عمرهم ما عملوا كده، رغم إن كان في مكاتب بريد تانية في المدينة. بس المكتب ده كان ليه جو غريب، كأنه شايل سر جواه. ما كانش فيه أي موظف بيفضل فيه لفترة طويلة، وكتير كانوا بيرفضوا التعيين هناك أصلا، بس محدش كان عارف إيه السبب. مفيش قصص عن حوادث ولا جرايم، بس كان في إحساس غريب، إحساس خوف من غير سبب بيخلي الناس كلها تبعد عن المكان ده. المكان اللي كان من كام سنة كان مصدر لآلاف الرسائل اللي كانت بتتبعت من خلاله كل يوم، بقى شبه مهجور دلوقتي. لحد ما في يوم 5 أغسطس اتعين موظف جديد اسمه سامي في المكتب ده. الشغل كان مهم جدا بالنسبة له، فوافق فورا. كان عايز يثبت نفسه وافتكر إنها فرصة كويسة جدا. الشركة كمان وفرت له سكن صغير جوه نفس المبنى اللي فيه مكتب البريد. وفي نفس اليوم بالليل سامي وصل وكان متحمس علشان يبدأ أول يوم شغل ليه. الشمس كانت بتغرب والسماء كانت واخدة لون الغروب الجميل، لكن المبنى اللي قدامه كان ساكن ومخيف. فتح الباب ودخل، وأول ما خط أول خطوة جوه المبنى حس ببرودة غريبة ضربت المكان كله. الهوا كان ساكن، بس كان في إحساس بتقل في الجو، كأن المكان مش طبيعي أبدا. اتجاهل الإحساس ده وأخد نفس عميق وبدأ يتحرك في المبنى. دخل غرفته وفجأة حس كأن في حد كان موجود في المكان ده قبله. وقف لحظة بس قال لنفسه مفيش حاجة، دي أكيد مجرد أوهام. بدأ يفك شنطته ويرتب حاجاته بهدوء، ولما خلص خرج علشان يتعشى. بس لما رجع مرة تانية اتصدم. كل حاجاته كانت مرمية على الأرض، الهدوم، الورق، وحاجات كتير اتبعترت، وكل حاجة خرجت من مكانها. هو كان متأكد انه كان مرتبها قبل ما يخرج، بس دلوقتي الأوضة كان شكلها عبثي ومتدمر تماما. بص ناحية الشباك ولقى مفتوح، بس الهواء اللي كان داخل منه كان بارد وخفيف، ما يعملش كل ده. بس حاول يقنع نفسه ان الهواء كان هو السبب فعلا، ما كانش عايز يدي الموضوع أكبر من حجمه. اتنهد وبدأ يرجع كل حاجة مكانها، وبعد ما خلص كان مرهق جدا فقرر ينام فورا. بس نص الليل سمع صوت خبط قوي على الباب. صحى مفزوع، مين اللي بيخبط في الوقت ده؟ قام فتح الباب وشاف راجل لابس يونيفورم حارس أمن. الضوء كان خافت فما كانش قادر يشوف ملامحه بوضوح. سأله هو حضرتك مين وإيه اللي جابك في الوقت ده؟ لكن الراجل مردش عليه. سامي شغل النور علشان يشوف كويس، بس اتجمد في مكانه. الراجل اختفى ومفيش أي حد. فضل سامي واقف مش فاهم اللي بيحصل، قلبه بيدق بسرعة، بس حاول يهدي نفسه وقال أكيد الراجل ده مشى لما شافني متضايق ورجع علشان ينام تاني. لكن بعد شوية الخبط رجع مرة تانية، بس المرة دي كان أقوى من الأول. سامي قام وهو متعصب وقام بسرعة وفتح الباب بعنف، ولقى نفس الشخص كان واقف قدام الباب، بس المرة دي بيبتسم ابتسامة مريبة وقال له أنا آسف، أنا رحت علشان أجيب الكشاف بتاعي. وقال كمان إنه ساكن في نفس المبنى ده وإنه بيحرس مكتب البريد بقاله سنين. سامي طمن سامي وقال له ما يقلقش من حاجة، لكن السبب اللي صحاه علشانه هو إن الحنفية في الحمام كانت مفتوحة والمية خلصت من الخزان، وقال له لو محتاج مية الصبح استنى لما الخزان يتملى مرة تانية. سامي وقتها اطمن وقال الحمد لله إنه ما طلعش حاجة غريبة. شكر وراح يتأكد من نفسه، ولما دخل الحمام فعلا لقى الحنفية مفتوحة والمية شغالة. اتكسف من نفسه علشان شك في الراجل وقفل المية ورجع ينام مرة تانية. ومن اليوم ده بقى الحارس يجيله كل يوم بالليل، بس الحارس ده عمره ما قاله على اسمه، بس بقى بينهم صداقة قوية.
بقى سامي مستأنس بوجوده. عدى شهر على الحال ده لحد ما في يوم سامي استلم إيميل من الإدارة كان فيه شوية تحديثات عادية، بس كان فيه جملة واحدة خلت جسمه كله يقشعر. الجملة كانت بتقول إنهم بيدوروا على حارس جديد لمكتب البريد. سامي اتجمد، إزاي بيدوروا على حارس؟ ما هو الراجل اللي بيجي كل يوم ده المفروض هو الحارس. كلم المكتب الرئيسي وفوجئ إنهم بيأكدوا إن مفيش حارس ثابت في المبنى ده من سنين، وكل اللي جم كانوا مؤقتين ومش بيكملوا حتى شهرين على بعض. بدأ الخوف يدخل جواه. مين الراجل اللي بيقابله كل ليلة؟ هل هو شخص نصاب ولا حاجة تانية؟ قرر يتجنبه بعد كده. بس الليلة اللي بعدها الراجل ما جاش أصلا. سامي قعد على السرير حاسس بتوتر ولسه بيحاول ينام، سمع صوت الخبط مرة تانية، نفس الخبط ونفس الصوت. قام ببطء وفتح الباب. الراجل واقف قدامه ومبتسم، بس سامي ما بصلوش وما ردش عليه. الحارس لاحظ ان في حاجة غلط. ابتسامته راحت ووشه بدأ يتغير، عينيه بقت غريبة وفيها غضب ووجهه بدأ يتشنج. سامي حس ان في حاجة غلط بتحصل. الانوار بدأت تقيد وتفصل بسرعة، ولما رفع عينه علشان يبص على الحارس الدم اتجمد في عروقه. وش الحارس بقى مشوه تماما أكنه وجه شيطاني. صوته اتغير وبدأ يقول كلمات غريبة بلغة سامي عمره ما سمعها. أصوات غريبة مليت الأوضة وهو بيقرب منه خطوة بخطوة. وفجأة دخل الغرفة وبدأ يزوم ويكشر ومسك سامي من رقبته. قال له بصوت مفزوع: انت كمان رفضت صداقتي ودلوقتي لازم تتعاقب. وبدأ يصرخ: سيبني سيبني أرجوك. العمال اللي في المبنى سمعوا الصوت جروا ناحية الغرفة، لكن أول ما دخلوا الراجل اختفى كأنه ما كانش موجود أصلا. سامي وقع على الأرض وهو بيرتجف بيمسك رقبته اللي كان حاسس فيها بألم فظيع لا يحتمل. العمال حاولوا يهدوه وشربوه مية، بس محدش كان فاهم ايه اللي حصل له. سامي فضل طول الليلة دي صاحي مش قادر ينام. وتاني يوم الصبح بص في المراية ولقى علامات على رقبته كأن فعلا كان في حد بيحاول يخنقه. وفي اليوم ده قرر انه يعرف قصة المبنى ده، وسأل راجل كبير في السن ساكن قريب من المكتب. الراجل قال له ان كان في حارس هنا من 20 سنة تقريبا. الضباط كانوا بيضايقوه وبيستهزئوا بيه طول الوقت، لحد ما في يوم رمى نفسه من فوق السطح ومات. ومن بعدها الناس بقت تقول انهم بيشوفوا خيال الراجل ده في المبنى باستمرار، وعلشان كده الكل بقى يخاف من المكتب ده. سامي سكت وجسمه كان بيرتجف من الخوف. رجع غرفته، جمع حاجاته بسرعة وساب المكان من غير ما يقول لحد حاجة. ولما الناس سألوه ماشي ليه ما ردش عليهم. كل اللي كان عايزه في الوقت ده انه يبعد عن المبنى بأي شكل، بس الروح اللي كانت هناك لسه موجودة، بتلف في المبنى كل يوم بتدور على الصاحب اللي عمرها ما هتلاقيه أبدا في حياتها.